السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. طلب مني كتير جدا ان انا ازاي سافرت من مصر لليونان. باذن الله هكلمكم في كل حاجه بالتفصيل، فتابعوا معايا الفيديو وان شاء الله الفيديو يكون مفيد ويعجبكم. فنصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدا على بركه الله. اول حاجه يا بنات، احنا سافرنا من مصر على من القاهرة لألبانيا اللي هي العاصمة اللي هي تيرانا. سافرنا من القاهرة لتيرانا ب10,000 جنيه. 10,000 شامل الفندق، حجز فندق مؤكد. كنا مسافرين أسبوع. كنت مسافرة أسبوع، كان معايا حجز فندق الأسبوع كامل مؤكد. وكان معايا طبعا الورق اللي هو معايا اللي هو الكشف بتاع الفندق. وهم كمان بيعملوا سيرش وبيتأكدوا ان الفندق بتاعك اكيد تمام. خلي بالك من النقطة دي، لان دي لو النقطة دي مش موجودة بيوقفوكي في مطار مصر. وكمان برضو لو عدوكي في مطار مصر هيوقفوكي في مطار ألبانيا. وتاني حاجة لازم يكون معاكي مبلغ يعني مبلغ كويس. اقل حاجة يكون معاكي 700 دولار او 700 يورو. انا يعني انا كنت طبعا في ناس قبلي مسافرة وناس بعدي، فانا كنت عندي خلفية كاملة عن الموضوع. وكان كمان انا كنت شغالة شوية في الطيارة في السياحة يعني والحاجات دي. فانا كان عندي خلفية شوية ان انا لازم يكون معايا فلوس كتير او فلوس يعني بالدولار او اليورو. علشان دي حاجة حتى لو هم مش عاملينها طلب رسمي في الشروط اللي هي بتبقى محطوطة. بس ممكن في مطار مصر يقولولك انتي معاكي فلوس ولا لأ والكلام من ده. بيبقوا عايزين يتأكدوا ان انتي فعلا رايحة سياحة ولا رايحة عشان تهربي منها لأي دولة تانية، لأن ألبانيا موقعها حلو. موقعها ممكن يخليكي تروحي إيطاليا وألمانيا واليونان تمام. وكمان لازم تبقي عارفة شوية انجليزي علشان في مطار ألبانيا تعرفي ان انتي تتعاملي معاهم تمام. فدي تلات امور اساسية لازم تكوني مخلي بالك منهم جدا. دي اول حاجة. طيب احنا سافرنا من مصر لتيرانا، ومن تيرانا قعدنا فيها يومين وبعد كده رحنا لمكان تاني اسمه سيراندا. ديت جزيرة من جزر ألبانيا تمام. رحنا سيراندا ديت قعدنا فيها برضو يومين لحد ما شوفنا مهرب. والمهرب أخدنا وودانا مشانا من قرية، ومن القرية دي دخلنا الجبال. وفضلنا ماشيين في الجبال وفي الغابات لحد 6 ساعات ونص تمام. فضلنا ماشيين من الساعة 10 لحد الساعة مثلا 7 حاجة زي كده يعني. مش فاكرة التوقيت قوي، بس كنا فضلنا ماشيين يعني 6 ساعات ونص بالظبط لحد ما وصلنا لقرية تبع اليونان تمام. طبعا المشوار صعب جدا والمرهق جدا. في ناس بياخدوه على يوم، في ناس بياخدوه على يومين، وفي ناس بياخدوه في ساعات قليلة. احنا كنا متفقين مع الراجل ان هو يعني هيودينا في ساعات قليلة تمام. طيب هي بكام؟ الفرد كانوا عليه 500 يورو. طبعا لو بس هي حاليا بقت 1000 يورو تمام. انا بتكلم على الموضوع ده من سنتين. فاحنا سافرنا زي ما بقول لكم كده، الفرد كان 500 يورو. عدينا طبعا المشوار صعب، لازم تكوني لابسه حاجه مريحه علشان المشوار صعب جدا جدا كده. ولازم كمان لو انتي بتكوني متفقه الاول مع المخرب انت هتقعدي يوم يومين هتمشي قد ايه، علشان تبقى عامله حسابك برضو لو كده بتشيلي شنطه يكون فيها اكلك وشربك. طبعا ما تقليش شنط قوي، وحتى لو تقلتي كده كده انت بتشحني الشنط من ألبانيا، بتشحنيها لأتينا. هما بيوصلوا بعدها بكام يوم بس بيوصلوا يعني. فاحنا وصلنا القرية تبع جزيرة اسمها جيمينيستا حاجة زي كده، انا مش فاكرة الصراحة اسمها قوي. وصلنا للقرية، قعدنا فيها شوية لحد ما حد بقى كان تبعنا جه اخدنا ورحنا لمحطة الباص. وبعد محطة الباص طبعا سافرنا لأتينا. قعدنا في الطريق من اللي هي جيمانيستا دي لحد أتينا قعدنا 12 ساعة تمام. التكلفة كلها للفرد يعني أنا بتكلم من سنتين كانوا كله على بعضه كده بالأكل والشرب بالقعدة بكل الحاجات دي عاملة 20,000 جنيه للفرد من مصر لليونان تمام.
فدي كل التفاصيل اللي انا عشتها واللي انا شفتها. وطبعا دلوقتي فتحت ألبانيا فتحت للناس لمصر من شهر 6 لحد شهر 10. فاللي حابب يلحق ويشوف الحجوزات ويظبط اموره ويلحق ان شاء الله، يعني باذن الله. اهم حاجه تنقي مكان يكون كويس، مكتب سياحه محترم، علشان محدش ينصب عليكي ومحدش يضيعك، بالذات في حجز الفندق، لان في ناس كتير قوي بيعملوا حجز فندق وهمي ويضيعوا التعب يعني والمجهود ده كله على الفاضي، وتروحي تتمسكي على طول في مطار مصر او مطار ألبانيا. كده يكون خلصت الفيديو، اشوفكم على خير.